مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص الكان. وهذه المرة جبت لكم اخبار من عين المكان. كرغولية اصبحت منتشرة في كل زمان ومكان. اجي نعاود لكم البلان. القصة وما فيها واحد الصحفي تونسي غير مصاحبو الجزائري اللي جرينا عليه، حتى هو بغى يمشي بحاله، ما قال على تنظيم المغرب وعلى المباراة والظروف اللي دازت فيها مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب الأوغندي. ظروف العمل والاشتغال والإضاءة والمطر، وكأننا عندنا شي بوطون كنتكيو عليها باش كنحبسوا الشتاء وما إلى ذلك. نخليكم تسمعوا الفيديو. في ظروف المباشر كما قاعد تشوف عادل انقطاع التيار الكهربائي الان في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في الرباط، مشاكل بالجمله قبل انطلاق المباراه. الملعب زاد كيف خلينا نحكي لكم عليه بسرعه. عادل ملعب صغير معناتها ما فيش ضغط، تدخل من الشارع تلقى روح طول في الجرادان، حتى باش تلقى بلاصه تخبى فيها الجماهير ماهيش موجوده. كيف بالنسبه للصحفيين لا سال دو كونفيرونس كما تراو الضوء مخصوص علينا ونخدموا بطرق نتاعنا الشخصيه اللي قاعدين نحاولوا نتعاملوا معاها. برشا حاجات اون روتار بالنسبه للتوسكي لوجيستيك بالنسبه للمباراه اليوم. عادة اللي خلتنا بتتر حتى في ظروف العمل بتتر برشا صحفيين ما همش يخدموا في ظروف طيبه ولا مرتاحين. ما نحكيلكش على مشاكل لوجستيه اللي بدات كان اليوم في المغرب من تنقلات الصحفيين وغيره من برشا حاجات قاعد يتعرض لها الطواقم الاعلاميه اللي في العمل. نوصف لك الملعب من داخل الملعب قاعدين تشوفوا فيه هو انكس نتاع الملعب الكبير والمركب مولاي عبد الله اللي يزيد 69500. هذا ملعب يزيد 18 ولا 19000. تيران كله عريان تقريبا معناتها، حتى الجماهير فما بارتي تخبيو فيها جماهير توانسه مخبيه ومحميه فيها الجرادان مسقف. بقيه الملعب الكل عريان، على ذاك ماناش نشوفوا عدد كبير نتاع الجماهير حاضره. بالنسبه للتوانسه كيف كما قلت برشا ديفيكولتي لقاوها على المواقع باش يقطعوا التذاكر. لكن الصدمه الكبرى هي اللي غتوقع لهذا الصحفي، وغادي نفرشوه من عين المكان وجبنا له اخباره في هذا الكان. شوفوا الفيديو. بعض الإخوان صوروا من عين المكان وهو كيصور، لاحظوا أنه لا يعتمد على إضاءة للكاميرا، زائد أنهم دايرين له الضوء على وجهه باش يبان المكان اللي موراه ما فيش إضاءة. آخر الكلام، هاد الناس ما عرفناهم شنو باغين عند المغرب، ما كيخليو حتى حاجه الا وكيذكروها سلبيه، الايجابيه ما عندهمش في القاموس اللغوي. ومن قبل واحد الصحفي تونسي فرشهم وقال بانهم عرضوا عليه يدير نفس الدور ديال هذا الصحفي، لكنه ابى ان يفعل ذلك. في الحقيقه ما عرفناش هاد الناس شنو بغاو عند المغرب، لذا يجب على السلطات المغربيه ان تضرب بيد من حديد لمثل هؤلاء. نعم، مرحبا بالجميع.